فطارنا النهارده جميل جدا وبسيط خالص، ملوخيه خضراء ورز وفراخ وسلطه. وجبه متكامله وجميله جدا جدا، وبطريقه سهله هتعملي الفطار في يعني مش في نص ساعه تكوني خلصتي الفطار بتاعك. يلا طبعا حبايبي اللي لسه بيشوفوا القناه لاول مره يشتركوا في القناه واللايك الجميل بتاعهم اللي بيرفع الفيديو على اليوتيوب. يلا بينا نشوف الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم حبايبي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة الفطار بتاعنا بقى هو ملوخية خضراء وفراخ، وطبعا رز أو مكرونة زي ما تحبي. أنا هعمل كده، هشوف الولاد عايزين إيه وهعمله. عندي طبعا الفراخ بتاعتي متقطعة ومغسولة كويس. دي طبعا تتبيلة، ده حتة فلفل أخضر مع البصل مع الملح والفلفل الأسود والبهارات بتاعتي الجميلة، وتبلت بيها الفراخ. شطفتها كده شطفة خفيفة، بس طبعا الفلفل هنا هو والورق اللورا موجود معايا في الفراخ، بس بيديلها طعم تحفة. فأنا طبعا تبلتها عشان ما اخدش من وقتك كتير. وادي هنا البصلة والورق اللورا، وهحط ملح وفلفل اسود في الشوربة. هما كده بس، ايوه كده بس، هتبقى شوربة رهيبة مع التتبيلة بتاع الفراخ. والملوخية بتاعتي طبعا انا غسلتها غسلة تمام. تحطي طبعا معلقة خل في المية بتاع غسيل الملوخية بعد ما تشطفيها اول شطفتين كده، بحيث ان هي تبقى كويسة خالص وتبقى نظيفة. وتصفيها كويس، لازم تنشف عشان ما تبقاش مزحلقة كده، بمعنى اصح لازم تنشف. ونخرطها. طبعا انا حاطه ميه بتغلي على البوتاجاز، هنزل الفراخ فيها تتسلق. ادي الميه بدأت تغلي، هنزل بالفراخ. وطبعا انتم مش مبتدئين يعني، او حتى المبتدئين برضو عارفين ان احنا اول ما الريمه تطلع نشيلها كلها عشان ما تبقاش فيه زفاره في الفراخ، وننزل بالبصل والفلفل الاسود والورق اللورا حبهان تحطي مفيش مشاكل. وتبدأ بقى تستوي الفراخ، وهخلط الملوخية واحمر الرز وارجع لكم. ادي حبايبي الملوخية خرطتها. يلا بينا نشوف الفراخ. خلاص هي دخلت في السوا. ادي الفراخ حبايبي خلاص هي دخلت في السوا، الريحة بتاعتها طالعة تمام وكويسة جدا، والتتبيله بتاعتها تحفه مخليه، يعني عامله قلبان كده. غير لما تجيبي الفراخ طبعا وتعمليها كده من غير اي تتبيله، بتبقى في كنه زفاره كده في الشوربه. لكن الشوربه دي تتمني ان انت تاكليها كده لوحديها، تشربيها من غير اي حاجه. وعندي الرز، ابتديت ان انا اعمل رز حبه حبه، حبه وحبه يعني. اهو هيبتدي اللون بتاعه يغير. هنزل بكميه الرز واسويه ونعمل الملوخيه مع بعض. ادي حبايبي هبدأ طبعا اعمل الطشة بتاع الملوخية. هبدأ انزل بالثوم بتاعي بسم الله. طبعا مجهزة كزبرة ناشفة، وعلى الشعلة التانية حاطة الملوخية بالشوربة بتاعتها. ادي كده الثوم. طبعا الثوم عشان نتفرز طبعا في ايه، في كمية سوائل. فالطشطشة دي طبعا عشان السوائل بتاعتنا. القطع بتاع الحلة بتاعتك بالشكل ده. طبعا الملوخية ابتدت تغلي، وطبعا هنا التومة بتاعتنا هتبدأ تصفر. اهي حبايبي طبعا التومة ريحتها كده. ولعلمكم التوم الفريش بيبقى تحفة جميل جدا، بس طبعا عشان مستعجلة عشان الفطار. هبدأ انزل بقى بالكزبرة الناشفة بتاعتي اهو بالشكل ده. طبعا هسيب جزء من التومة، اخليها كده زي ايه يعني تزيين كده للملوخية. هبدأ بقى ان انا احط بسم الله بالشكل ده. الرحيم. طبعا في ناس بتشهق وكده، قولي بسم الله الرحمن الرحيم وخلاص يعني. اهو هنسيبها بقى تغلي غلوة واحدة ونغرف مع بعض الأكل.
وادي الرز حبايبي استوى، شايفين الشكل تحفة. هغرفه بقى، اعمله بولة وبعد كده انزله في الطبق يبقى ليه شكل كده جميل، وهنشوفه مع بعض. وادي حبايبي حمرت الفراخ كده تحميرة سريعة، والرز بتاعنا، وعملت شوية سلطة خضراء والملوخية، وعملت التومة كده زينتها من فوق. ده فطارنا النهاردة. اتمنى يكون عجبكم وتجربوه. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم في الله، كل سنة وانتم طيبين.